نهاية الكلانات ده اللي بيحصل فعلا في الكلانات. يوتيوبرز بيطلعوا ويوتيوبرز بيخشوا، ومحتوى الكلانات كل شوية بيتوجه للأطفال أو للفئة العمرية الأصغر. طيب ليه كل ده اللي هنعرفه اليوم. قبل ما نبدأ لازم نعرف ليه صناع المحتوى بيخشوا الكلانات من الأساس. بين قوسين ايه الحاجات اللي بيستفادوها من دخولهم للكلان؟ واحد، الاستفادات المالية. التعاقد نفسه بيكون ليه مبلغ بياخده صانع المحتوى من التعاقد ده، يعني الفلوس اللي بتيجي من الانضمام للكلان مش قليلة، ودي حاجة مشجعة لأي يوتيوبر. الدعاية. كل صانع محتوى لما الشركة بتتعاقد مع الكلانات، صانع المحتوى بيكون الواجهة الإعلانية الأولى للكلان، فبالتالي ليه نسبة من الأرباح. كمان ده بيساعد في نشر اسم الكلان وزيادة شهرته. 3، السكن. في بعض الكلانات زي باور بيوفروا سكن مجاني للأعضاء زي قصر باور اللي عملوه أو مقر فالكون وإلى آخره، يعني كأنك بتشتغل في شركة، بيوفروا لك كل اللي هتحتاجه. الاستفادات من السوشيال ميديا. أي يوتيوبر بيخش الكلان متابعين الكلان هيدعموه. أبسط مثال صهيب اللي مع احترامي له جزء كبير من متابعينه زاد بسبب باور، أو أبو نوح اللي ما كانش حد يعرفه وفي سنة ونص دخل على 10 مليون. ملحوظة، أنا مش بقلل من أي صانع محتوى، أنا بقول وجهة نظري وتوضيح لقصدي مش أكتر. كده عرفنا ليه صناع المحتوى بيخشوا الكلانات. دلوقتي لازم نعرف ليه الكلانات بقت حاجة قديمة وتضر اليوتيوب بشكل سلبي. تكرار المحتوى. في الفترة الأخيرة بدأ يكون في تكرار في المحتوى، وده شيء صار بشكل مش طبيعي. زي باور توجههم كله على عمر صغير جدا، على عكس زمان اللي كانوا بيقدموا محتوى من كل قلبهم مش بس عشان الريتش والشهرة، وكان توجههم على كل الأعمار ومحتوى فريد من نوعه ما فيهوش أي تقليد. زيادة عدد الأعضاء. حاليا الكلانات بدأت تزيد، ومن التزايد ده بدأ يزيد عدد الأعضاء داخل كل كلان، وده شيء طبيعي، بس الزيادة دي خلت المحتوى يتكرر ومفيش أي ابتكار. التوجه للفئة العمرية الأصغر. كان كل توجه الكلانات للعمر الصغير أو من 8 لزائد 18، وده شيء بيزود من قيمة المحتوى بس في نفس الوقت بيقلل من جودة المحتوى اللي بيقدموه. الريتش والشهرة. دلوقتي الهدف الأساسي للكلانات بقى الريتش والشهرة، مش تقديم محتوى مميز. ده خلى الكلانات تفقد مصداقيتها عند جمهورها. طيب يا عمرو، برأيك ايه هي الكلانات اللي بتوجه ليها كلامك ده؟ انا بتكلم عن كل الكلانات اللي تركت تقديم محتوى مميز وبقت بتدور على الشهرة والفلوس. الكلانات اللي كانت بتقدم محتوى متنوع وهادي بس دلوقتي بقت تكرر نفس الأفكار عشان بس تكسب متابعين جدد بدون ما تهتم بجودة المحتوى. على سبيل المثال الكلانات اللي بتركز على محتواها على الألعاب المشهورة وتكرر نفس الفيديوهات بدون ما تضيف حاجة جديدة أو مبتكرة. الكلانات اللي بتعمل فيديوهات مشوقة للأطفال بس عشان تجذب عدد أكبر من المشاهدات بدون ما تهتم بالأصل اللي هو جودة المحتوى اللي بيقدموه. الكلانات اللي بتجذب أعضاء جداد بس عشان تزود عدد المشتركين بدون ما تهتم إذا كانوا الأعضاء دول فعلا عندهم حاجة جديدة يقدموها أو لا. في النهاية مهم جدا إن صناع المحتوى الكلانات يركزوا على تقديم محتوى مميز وهادف، مش بس عشان الشهرة والفلوس. الابتكار والجودة هما اللي هيخلوا الكلانات تستمر وتنجح لفترة طويلة.